السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف حالكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. يكون رمضان علينا وعليكم هيك حلو هيك وكويس وخفيف ونظيف إن شاء الله. ربنا يبارك في الجميع يا ربي. واليوم تاني أيام رمضان عنا احنا هنا في فلسطين، تاني أيام رمضان والحمد لله على كل حال يا جماعة. واللي بيشاهد الفيديو ما ينساش اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة للفيديو، ولا عليكم أمر طبعا كتروا لي من تعليقاتكم ولايكاتكم عشان برضو الفيديو اللي يرتفع لناس اكتر ويشاهدوها اكتر واكتر. واهلا وسهلا فيكم في في كل قناتنا واهلا وسهلا فيكم يا رب. وبشكركم على كل اشي يعني بتسألوا عني وعن اولادي وتهتموا فيا في ولادي، وربنا يبارك فيكم يا رب. كله في ميزان حسناتكم يا جماعة. ربنا هيك يبارك فيكم، جزيكم الله خير ان شاء الله، وربنا يبارك في الجميع ان شاء الله. واليوم يا جماعة شريت لي، انا والله ما رحت، يعني اولادي جابوا لي. طبعا يا جماعة هي اليوم نزلنا على السوق وجابوا لي الولاد براد، عشان انا زي ما انتم عارفين برادي كان خربان وبعمل في الطنجرة، فانا بتعوق فيها وبدي اقعد اودي واجيب فيها. لا لقيت براد احسن لي، جابوا لي براد هذا هو يعني شايفينه كيف، مشان اعمل فيه الشاي واعمل وجبة مرتاحة فيه احسن من الطنجرة. بس مش هحطه على النار طبعا، هخليه بس للغاز. اما على النار لو بدي شاي اعمله في الطنجرة. يعني بعد غياب للبراد، يعني شريت براد. طبعا يا جماعة برضو كمان هذا جبت كيلو بطاطا برضو. هاي جبت صحنين هذول، قلت لهم جيبوا لي بلاستيك، جابوا لقوا هذا احسن من اغلى شويه من البلاستيك، بس ايش قالوا لي هذا احسن من البلاستيك، يروح ينكسر يروح اشي. هذول صحنين كويسات بنعزل لاي حاجه. وكمان جبت فرش، لان امبارح يا جماعه جينا مع فيش اضاءه وفيش، خلص فيش يعني اللدات عندنا كانت تعبانة، فجبت فرش عشان امبارح صار ينكب منا اشي مش شايفين حاجة، فقلت لا احط على فرش اضمن لي واحسن لي. جبت فرش هي كله يعني لا لرمضان وحاجات مفرحة وحلوة. ربنا يهدي البال يا رب ويصلح الحال ان شاء الله. ربنا هيك ان شاء الله يفرحنا ويفرح الجميع يا رب. وجبت لي صينية، شايفين يا جماعة هذه الصينية برضه بدي احط فيها اكل، بدي اعمل فيها حاجة حلوة، بدي اعمل فيها جناحين لو جبت اشوي فيها في الفرن يعني زي هيك، يعني بعوزها يعني زي هيك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين كيف محلاها، حاجات يعني بنرجعها إلنا. كنا يعني من هدول كان كله موجود عندنا، بس تركنا بيوتنا وجه كله نسينا، فبنعوض شوية شوية اللي بنجيب أغراض إلنا، يعني بكتر الأغراض شوية شوية. الحمد لله على كل حال. وهي الزنانة أجت، ربنا هيك يهدي بالنا ويصلح حالنا يا جماعة. الزنانة هاد بتفرقناش خالص لا ليل ولا نهار. ربنا يكون معانا يا رب يا الله يا كريم. طبعا يا جماعة احنا هنا بتيجي تكية، والله يعني بتيجي تكية نظيفة، والواحد بخسر يعني بتوفر علينا حاجات كثيرة. يعني برغم ان الكساية غالية وشاي اجانا من التكية طبيخ كساية، يعني حاجات نظيفة وريحتها حلوة وبتشهي، فخسارة اني اروح اطبخ اي طبخة تانية. فبعمل معها ايش وانتوا كمان مش هترضوا لي اني يعني اني اروح استبدلها وما اجيبش، لا اني بتوفر علي غاز، بتوفر علي حطب، بتوفر علي صلصة، بتوفر علي كل حاجة. فبعمل معها رز مثلا، لسان عصفور لاولادي، بقلي بطاطا، بنعمل سلطة وبنمشي حالنا، بنمشي امورنا، والحمد لله على كل حال يا ربي وربنا يهدي البال ويصلح الحال. الحمد لله على كل حال يا جماعة. ربنا يحفظنا ويحفظكم وخليكم معايا يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة المعاناة، لا المعاناة هي طبعا. فاحنا بسخن المية على النار عشان ما اوفر الغاز لما اجي اعمل لسان العصفور ولا اعمل الرز ولا اشي، دايما بسخن له المية على على النار عشان ما تاخدش مني غاز كتير، عشان ما نقطعش يا جماعة. مش اني يعني عشان ما نقطعش، ومشان في السحور الاقي شوية غاز اعمل فيها الشاي. حتى الشاي لما انا بعمله بسخن له المية بعد صلاة التراويح، بقوم بسخن المية المقدار الشاي اللي بدي اعمله في طنجرة الشاي، واديره في الترامس، وفي السحور بلاقيه ساخن، باخدش بسحبش مني غاز كتير. فعادي عشان هيك الواحد بيعاني من من الحاجات هذه ومن يعني انه يوفر الغاز. ربنا هيك يا ربي يفرجها علينا ويوفر لنا كل اشي ان شاء الله يا ربي، كل حاجة تتوفر لنا ان شاء الله عشان نقبل نرتاح. لسه لحتى الان والله يا جماعة يعني تعبانين في حياتنا، الحياة كلها تعب، الحياة كلها مصاعب كلها. ربنا يا ربي يتقبل منا يا ربي صيامنا وقيامنا يا ربي
تحية هالشهر الفضيل إنا وإنتم جميع أمة محمد إن شاء الله. وخليكم معانا يا جماعة. طبعا يا جماعة أنا بحمر في الرز. بعد قبل الرز عملت لسان العصفور بالأندومي. شايفين كيف شكلها؟ يعني شكل حلو شايفينها شكلها شوربة مرتبة يا جماعة. وبيض حمرت الرز هاي شوية الأبيض يعني مش محمر. حركهن في بعض شوي يعني. الله مكتر الخير وربنا يهدي البال ويصلح الحال. كله أكل يا جماعة. كنت برضو أنا جهزت مية للرز زي ما جهزت مية للشوربة. ضغطت الغاز شوية. كيف المية سخنة؟ عشان سخنة بتفور على السريع. شايفين كيف؟ ما أنا مشان أريح حالي يا جماعة. وبهيك يا جماعة إن شاء الله ربنا يهدي البال ويكتر الخير علينا وعليك وعلى أمة محمد، وربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا ربي. والحين اخر شوي بعد ما استوي على اخر الموعد ان شاء الله هسوي علبة لحمة برضو ببصلة. شايفين كيف صارت؟ دغري على السريع. وبدي اروح اقلي البطاطا كمان اشيك عليها عند الاولاد. بدي اروح اشوفها كيف. طبعا يا جماعة بعد ما خلصنا شغلنا جوا جيت برا هيك نعمل البطاطا. حميت الزيت بنسقط البطاطا شوي عشان اروح اعمل حاجة تانية. بدي اسلمها لابني هيك يكمل زي ما هي هيك وخلاص. صلى الله على سيدنا محمد. وهيك يا جماعة بدي اروح انا اكمل جوا عند شغلي. هاي يا جماعة الرز بعد ما استوى. شايفين كيف الحبة واختها، حبة بيضة وحبة حمراء للطبيخ. شايفين ما شاء الله حلو. وين برضه وشغل ورا بعض يا جماعة. البصلة قطعت بصلة وفلفل اخضر وحلوستهن هيك شوي لما يبدن يشقرن. وكنت مجهزة علبة اللحمة طبعا ومقطعاها يعني. وبالحين بس علي لأديرها هيك عليهن يعني تشكيلة، نوع من التشكيل يا جماعة. ربنا هيك ربنا يبارك في الجميع يا رب. الواحد عادي بقى صايم وبده ينوع بس مش زي الافطار يعني على هالطبخة وعلى غيره. بده ينوع وقد ما بنقدر بنجيب. ربنا هيك يسعدنا يا رب ويهدي بالنا احنا وانتم ان شاء الله. شوية ملح عليها. شكت لنا هي اللحمة مالحة شوية. وشوية فلفل اسود كمان. بحركهن اخر اشي لانها كله يعني هالحين باعتباره مستوي فمستوي خلاص. بعدين نصير نقطعها. مش هتغلب عليها. نقطعها بالمغرفة اللي بنحرك بها بالمعلقة. خليكم معي يا جماعة. طبعا يا جماعة هي فطرتنا صارت جاهزة بعد تعب ومعاناة. طبعا انا تعبت وانتم كمان بتتعبوا زي واكتر كمان. وهي كل اشي جاهز يا جماعة. وان شاء الله يكون صحة وعافية علينا وعلى قلوبنا. وان شاء الله صياما مقبولا وافطارا شهيا وعلينا وعلى أمة محمد يا رب. ما تنسوناش يا جماعة باللايك وبالاشتراك والمتابعة الكاملة للفيديو وكلماتكم الحلوة الطيبة زيكم. ربنا هيك يبارك فيكم إن شاء الله. وكل عام وانتم بخير وبصحة وعافية. ربنا يعطينا الخير كله احنا وانتم جميعا إن شاء الله يا جماعة. وإن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد وفي أمان الله ومع السلامة.